يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. السلام عليكم، اهلا وسهلا، مرحبا بكم على قناة مطبخ يسرى. كنتمنى من كل قلبي انكم تكونوا في احسن الاحوال. اليوم جبت لكم حلوة او ريحة الناظور. هاد الحلوة المشهورة في مدينة الناظور، المهم بزاف كيديروها في المخبزات. اليوم غنشاركها معكم بالطريقة الاولى، فان شاء الله غنشاركها معكم بواحد الطريقة الثانية، فاكيد الا جربتوها غتنال اعجابكم، لان هاد الحلوة اللي كيمشي الناظور ضروري انه ياخذ منها، لانها كتجي بنينه ولذيذه كتشبه الغريبه، غير هي مختلفه واحد شويه. قبل ما غنبدا معكم الفيديو غنصليو على سيدنا محمد، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. اذا راح نبداو على بركه الله بطريقه التحضير، وفي نفس الوقت غنعطيكم المقادير. فبسم الله. في اناء كنضيف الزبده، خديت النوعيه ديال لابريري، ممكن ديروا اي زبده عندكم، المهم هذا ماشي اشهار، غير وريت لكم الماركه اللي استعملت 250 غرام اللي غادي نستعمل. هذه كتهز 500 غرام، درت النص ديالها 250 غرام. ضروري الزبده تكون في درجه حراره المطبخ. الا كان عندكم مارغرين هي حتى خاصها تكون في درجة حرارة المطبخ، لأن الجو راه بارد، فلذلك كنستعمل هاد الزبدة، وفي نفس الوقت كتعطي واحد البنة وواحد اللذة. كنضيف قبصة ديال الملحة، زلافة ما تكونش عامرة بالسكر ثقيل، أي سكر كلاصي، أي ما يعادل 2 كيسان د العنبة. هنا غنزيد الزيت النباتية 2 كيسان. المهم نتوما الا عبرتوا بالكاس ديال العنبة ديروا 2 كيسان، غير هاد الكاس كيكون قل على كاس العنبة. أو إلا بغيتوا أنكم ديروا زلافة ديال الزيت وزلافة ديال السكر كلاصي والزبده. المهم هنا بالنسبه لهاد الحلوه باش غنسمها، كندير كاس ديال الجنجلان اللي مطحون وشويه مهرمش، وكنزيد النافع والبسباس وحبه حلاوه، معلقه صغيره، نص معلقه ديال القرفه، وشويه ديال الكوزه محكوكه. صافي هادشي اللي غنستعمل. والنكهه ديال اللوز، اي الروح ديال اللوز، غندير هنايا واحد المعلقه صغيره ما تكونش عامره بزاف، وضفت كذلك واحد نص معلقه ديال السكينجبير. المهم هاد الحلوه راه معروفه. صافي هنايا شاركتها معكم باش تشوفوا الطريقه. ان شاء الله الطريقه الثانيه اللي هي اللي كيديوها بزاف. المهم هنا كنخلط مزيان كيف كتشوفوا حتى كتولي عليه هنايا الزبده بحال الكريمه، دغيا كتخلط بسهوله. هاد الوقت ديال البرد الزبده كتكون قاصحه، ولكن هذه شنو درت انايا، كنت كنطيب الحلوه وحطيت هاد البواطه فوق الفران حتى خدات درجه حراره المطبخ باش سهلت عليا انني نخدمها. المهم هنا كنزيد هاد النكهات اللي فيهم حبه حلاوه، النافع، البسباس، وشويه ديال القرفه وكوزه غير واحد شويه، وكذلك نص معلقه ديال القرفه وسكينجبير، وزدت معلقه صغيره ديال الروح ديال اللوز، وكنزيد الدقيق. الكميه ديال الدقيق دائما كتبقى على حساب النوعيه اللي عندكم. انا هاد الدقيق دغيا كيتشرب تقريبا، درت هنايا واحد 700 غرام ماشي بزاف، وزدت كيس من خماره ما يعادل 8 غرام فقط، كيس واحد. بغيتوا انكم ديروا 2 ممكن، ولكن هنا درت انا غير كيس واحد. صافي وهنا كندلك مزيان، هنايا كنعجن فيها، راه ما كيوقع ليها حتى شي حاجه. المهم ما بغيتش نقطع معكم شي مقطع، هي كتشبه البهله ولكن الطريقه ديالها مختلفه. كنبقى ندخل مزيان هاد الدقيق، لان في الاول كتكون العجينه قاصحه كيف ما قلت لكم. راه هاد الدقيق اللي عندي مستعمله الماركه ديال وسام، شويه كيتشرب ولكن زوين بزاف. كنصحكم انكم تاخذوه وتخدموا به ان شاء الله. 25 كيلو خديتها ب 94 درهم، كانت في التخفيض. المهم تقدر تكون دابا حاليا قل او اكثر. صافي العجينه دلكتها مزيان او عجنتها مزيان، واخا تخدموها في العجانه هي راه كتخدم في العجانه هذه الحلوه. صافي كنزيد شويه ديال الدقيق لان خاصه شويه ديال الدقيق، وزدت شويه ديال حبه حلاوه غير باش كتبقى ديك النسمه عاطيه في هذه الحلوه. هنايا قريبه انها توجد العجينه، غنزيد غير واحد شي شويه. المهم تقريبا انا استعملت 750 غرام ديال الدقيق خاصه بالحلويات.
واخا الماركه ديال هاد الدقيق سميتها وسام، فيها 25 كيلو ولكن خاصه بالحلويات. المهم هنا العجينه راه تجمعات كيف كتشوفوا، غنجمعها وغتشوفوا معايا راه من بعد غنطلقها بالمدلك. الصراحه عجبتني الخدمه في هاد العجينه، وواحد الريحه طالعه فيها يا سلام. المهم نتوما جربوا هاد الحلوه على ضمانتي، فاكيد الا جربتوها غتنال اعجابكم لانها كتستحق التجربه. هذه كتكون كتمشى بزاف في الناظر، بزاف اللي كياخدوها الصراحه كتجيب بنينه، وراه قديمه ماشي حتى اليوم عاد داروها، قديمه بزاف. هنايا صافي من بعد ما تجمعت العجينه كناخذ هاد البلاستيكه وكرش شويه ديال الدقيق. ضروري انني ندير الدقيق لانني العجينه ما كانتش قاصحه بزاف، خليتها شويه رطبه باش غادي نطلقها بالمدلك وما تلصقلياش في هاد الميكا. هاد الميكا راه قاصحه بزاف ديال الكعك. صافي هنا كنبسطها واحد شويه وكرش شويه ديال الدقيق هكا من الفوق وكنطلقها بالمدلك. السمك ديالها ما يكونش رقيق وما تكونش غليظه بزاف، هي كتكون غليظه وطالعه، ولكن انا بما انني ساكنه في مدينه وجده يقدروا ما يبغيوهاش في هذا السمك، ولكن اللي غنشاركها معكم فيما بعد غتكون غليظه على هذه. خديت هاد الطابع كيف كتشوفوا، خديت اللي صغر منه ماشي الكبير لانها كتكبر هاد الحلوه. انا كون لقيت الحلوه تبقى في هذا الحجم ديالها، غير الطابع ما لقيتش شويه صغر من هذا. صافي كنطبعها دغيا كيف كتشوفوا، السمك ديالها راه متوسط، غتشوفوا معايا في الفيديو. وباش غنحيدها من هذا البلاستيك راه ساهله، غير كنجيب هاد السباتولا اللي خاصه بالحلوه لاكريم وكنهزها وكنحط. ما كنصحكمش انكم تطلقوها على سطح العمل بلا بلاستيكه او تهزوها بيديكم، لان العجينه راه طريه ماشي قاصحه كتجمع. المهم هي لا هزيتوها بيديكم غادي تقسم ليكم. فكنحطها في الطاوه، غنستفها كلها في الطاوه بلا ما كندهنها. صافي من بعد ما غنستفها وفي هذه الاثناء غادي نشعل الفران على النار اللي تكون عاليه مده ديال 10 ديال الدقائق على الاقل بالنسبه للفران ديال الغاز. المهم انا غادي نكمل جوج ديال الطاوات ومن بعد غادي نسخن الفران وغادي نبدا في الطياب ديال هذه الحلوه. صافي هاد الزوائد حتى هما كنجمعهم وكنطلقهم بالمدلك. راه ما شاطت ليا حتى شي عجينه باش اللوحه او جات زعما باش تقلص ولا شي حاجه، هي كامله خدمتها وما بقات حتى شي طريف. في اخر فيديو غنقسم معكم واحد الحبه داك الطرف اللي بقى لي من العجين، لان هاد الحلوه كوموند ما يمكن لياش انني نقص منها. وفي الاخير غنقول لكم الثمن ديال البيع وشحال من الكميه اللي تحصلت عليها. صافي غنبدا نطيب الحلوه ديالي كيف كتشوفوا. كنتحصل على واحد الكميه اللي كبيره، جوج ديال الطاوات اللي كبار. من بعد ما كنطيبها على النار اللي تكون مهيله كنخليها تشد في راسها، ومن بعد كنزلها لتحت وكنخليها تحمر كتاخذ هذا اللون اللي مذهب كيف كتشوفوا، كتبقى في الشكل ديالها. وهنايا نعطيكم واحد السر، كناخذ السكر كلاصي اي سكر ثقيل ضروري انكم تغربلوه، وكنزيد شويه ديال حبه حلاوه او النافع اللي بغيتو، ديروا حبه حلاوه من الاحسن. صافي الحلوه كنخليها حتى كتبرد تماما، عاد كنفندها في السكر ثقيل كيف كتشوفوا، حيت الا درتوها في السكر ثقيل وهي باقا سخونه غادي بحال الحلوه غادي تندى لكم وغادي داك السكر غادي يتنفخ. المهم خليوها حتى تبرد مزيان، عاد كديروها في السكر ثقيل. صافي ومن بعد غنشوفوا الشكل النهائي ديال هذه الحلوه. فعلا كتستحق التجربه، كنصحكم انكم تجربوها. فتيكون هذا هو الشكل النهائي ديال الحلوه اللي شاركتها معكم. الكميه اللي تحصلت عليها كيلو و500 غرام بالضبط، الكميه كانت وفيره. وبالنسبه للثمن ديال البيع تقدروا انكم تبيعوها ب70 درهم، ثمن جد مناسب. 70 درهم راه كافيه او 75 درهم، المهم على حسب المدينه اللي راكم فيها. اللي بغات شي طلبيه او شي كوموند غنخليك الرقم ديالي في صندوق الوصف الا بغيتي تواصلي معايا. انا ساكنه في مدينه وجده. هنا غنقسم معكم واحد الحبه كتجي مقرمشه وهشيشه كتذوب الذوبان. فغنخليكم مع فيديو جديد ووصفات جديده. دمتم في امان الله وحفظه، والى اللقاء.